أستاذ فرحات الجعبيري، لو تقدم لنا جمعية تواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نشكر الأستاذ كمال الذي أتاح لنا هذه الفرصة الكريمة لنعرف بهذه الجمعية وبنشاطنا في هذا المحيط مع زمن ثورة الحرية والكرامة. فنحمد الله عز وجل الذي أتاح لنا مثل هذه الفرص، فرص الخير. في نشاطنا معاشر الجربيين في العاصمة اخترنا مع نشاطنا الديني في جامع الهنتاتي بسوق اللفة أن نكون كما تكونت عديد من الجمعيات جمعية، وهذه الجمعية اخترنا لها هذا الاسم، جمعية جربة التواصل، على أساس أن كلمة التواصل تربط الجماعة بالماضي وبالحاضر، الجماعة في داخلها ومن حواليها في المحيط. وكلمة التواصل سعتها وامتدادها الثقافي والفكري إنما هو اتساع كبير بدون حدود في الداخل وفي الخارج. كل ما هو صلة ويربط بالآخرين ذاك هو هدفنا بالنسبة إلى هذه الجمعية. فمجموعة من شبابنا التفوا حولنا وألحوا على أن نتولى رئاسة هذه الجمعية، وهي جمعية ثقافية فنية تسعى بأن تعرف المجموعة الجربية في العاصمة وصلتها بالمجموعة الجربية بجربة وبالشتات الجربي في أطراف الجمهورية التونسية وفي أطراف البلاد، الجزائر، ليبيا، فرنسا، حيثما توجد المجموعة الجربية، وخاصة المجموعة الإباضية. فالغرض الأساسي من هذه الجمعية هو أن تعمل إلى جانب الجمعيات الأخرى المدنية والأحزاب للتعارف الذي يمكن من التقارب ثم بعد ذلك من التعاون. وأنشطة الجمعية لأنها تأسست منذ أكثر من سنة، فبدأ نشاطها في اتجاهات متعددة، مجموعة محاضرات، تعليم قرآن، رحلات إلى غير ذلك من الأنشطة اللي تقوم بها الجمعيات اللي تجمع الشباب والنساء والأطفال والشيوخ. جمعية جربة التواصل تقوم أساسا بدور ثقافي واجتماعي لفائدة الشباب والأطفال وربط الجرابة في تونس وفي جزيرة جربة على غرار جمعيات أخرى جهوية مثل جمعيات المطاوة وجمعيات أبناء الشمال الغربي. العمل الجمعيات الآن في مرحلة التحرر أعماله لا حدود لها. فأولا أرسينا عملا متكاملا يجمع الجيل الأول المتقدم في السن، ثم جيل الشباب، ثم جيل الأطفال، وأدخلنا بقوة العنصر النسائي. واتضح أن العنصر النسائي عندنا كان عنده وما يزال استعداد كبير للعمل وللتلقي وللثقافة، وهذا جعل النشاط يقوم أساسا حول تعليم القرآن الكريم أولا، ثم عن ذلك استعمال الوسائل الحديثة إعلامية وأنشطة رياضية وأنشطة ثقافية متنوعة، اللجان متكونة والمنشطون من أصناف متعددة. والأمر ليس منحصرا كما يتصور بعض الناس على الجربيين وعلى الإباضية، وإنما هو متسع، ولنا من المنشطين من إخوتنا الأساتذة في الجامعة من كل الجامعات، وأيضا منشطون من أهل الاقتصاد من عديد من الجهات، فالتعاون متكامل. فالمدرسات والمعلمات والمنشطات أيضا والمعلمون من جميع فئات المجتمع. في الجنوب الشرقي وجدت رابطة الجنوب الشرقي، وجدت جمعيات كثيرة ثقافية ووداديات، هناك كذلك جمعية صيانة جزيرة جربة، جمعية جربة ذاكرة، وقد كنت أستاذ فرحات دائما في الهيئة المديرة لهذه الجمعيات. هل هناك تنسيق بين هذه الجمعيات القديمة والجديدة في تحقيق
أهداف ثقافية اجتماعية تربوية لفائدة أبناء الجهة سواء في العاصمة أو في جزيرة جربة وخارجهما. الترابط وثيق بيننا لكنه ما يزال في بداياته. فطبعا على الجمعية الجربة الذاكرة نحن متصلون اتصالا وثيقا، لأني كنت أنا فرع فيها وما زلت في هذا المحيط، وخاصة جمعية صيانة الجزيرة والجمعية التي أسست بعد هذه الجمعية جمعية المعرفة. فآفاقنا في الاتصال أساسية. مثلا في العطلة أو قبل العطلة الماضية في عطلة الربيع كان لقاء بين تقريبا أكثر من 10 جمعيات في مقر الملقى في الجيم، وقررنا إقامة ملتقى سميناه ملتقى عمي سعيد الجربي، وتناسقت خطوطه الأساسية، وإن شاء الله سينعقد يوم 25 26 27 من ديسمبر المقبل، وستكون فيه محاضرات متنوعة، وسيتوج برحلة عبر الجزيرة، وشاركت فيه الجمعيات الثقافية والجمعيات ذات الاختصاص تاع البحار ومتاع الآفاق ومتاع كل الاتجاهات الموجودة هنالك خاصة في الجزيرة. إلى جانب هذه الرحلات الشبابية ولفائدة الأطفال والتلاميذ والأساتذة وبرامج تنشيط لفائدة الأطفال وبرامج فنية وموسيقية، ما تخافوش أن البعض يتهم مثل هذه الجمعيات بأنها عندها صبغة جهوية وتحرك في النعرات الجهوية؟ نحن سعينا كما ذكرت أبعد ما يكون عن الجهويات، والدليل أن مقرنا في العاصمة. لم نختر مقر هذه الجمعية في جزيرة جربة لنكون بصورة جملية كأننا منزوين هنالك. ثم الأطر التي تتحرك معنا، يعني من أعجب ما هنالك ومن أطرفه أن الطلبة الذين درسوا معنا وعرفوا في نطاق الجامعة خصائص ومميزات الفكر الإباضي هم الذين الآن يعلمون الشباب الجربي الإباضي ما يتعلق بالإباضية. عندنا عدة خاصة معناها أساتذة وأستاذات يقدمون دروسا تطوعية. عندنا درس تطوعي في تعليم تحقيق المخطوطات يقوم به الأستاذ جمعة الشيخة المعروف اللي كان يشرف على المكتبة الوطنية، وعندنا درس تقوم به أستاذة اسمها حنان الطرابلسي من جهة مكثر وسليانة تعرف بتاريخ الإباضية للطلبة الإباضية، الأستاذة هادية مشيخي وغيرهن وغيرهم كثير كان حضروا معنا في المناسبات اللي أحييناها. كان عندنا لقاء أول لافتتاح الجمعية عملناه قبل أن نجد هذا المحل في نادي الثقافي الجرجاني، وكان اللقاء اتسع إلى قرابة 1000 شخص. تعرف الناس الجربيون مع محبي الجربيين. فنحن نسعى لفتح الآفاق لا لإغلاق الآفاق. نعم، يعني معروف أنه تاريخيا وجدت دولة بني رستم التي كانت ربما أشهر دولة كان فيها الإباضية في الحكم ودامت أكثر من قرن، ثم وجد الإباضية في عدة بلدان خاصة في العراق وفي سلطنة عمان وفي ليبيا وتونس والجزائر، وأنت عدت رسائل الدكتوراه مرحلة ثالثة ودكتوراه دولة حول هذه الملفات، ثم عن دور نظام العزابة في جزيرة جربة. هل هناك اهتمام الآن في الأوساط الثقافية العلمية العربية والإسلامية في تونس وخارجها بهذا الملف وبهذه الظاهرة ببعدها التاريخي والواقعي؟ الجانب الثقافي في بداية السبعينات عندما دخلنا الجامعة كانت كلمة إباضية تصدم كثير من الأسماع والأنظار، لكن عندما انطلقنا بصورة موضوعية مع أساتذتنا من بداية السبعينات لإعداد شهادة الكفاءة في البحث العلمي اللي كانت أول شهادة بعد الإجازة تمكن الإنسان من الالتحاق بالتعليم العالي، بحوار مع أستاذنا محمد الطالبي اتفقنا حول موضوع اسمه نظام العزابة عند الإباضية في جربة. وفعلا كان اندهاش الأستاذ رغم حسن اطلاعه ودراسته للإمارة الأغلبية وعلاقة الإمارة الأغلبية بالدولة الرستمية،
عندما عرضت عليه بعض المخطوطات وبعض النصوص يعني تعجب تعجبا كبيرا كيف أنه ما تزال موجودة مخطوطات ونصوص. ومن ذاك المنطلق انتهينا من هذه الشهادة، وبعد أن نوقشت نشرها آنذاك المعهد القومي للتراث الآن، وهو المعهد القومي للآثار. وهذه الأطروحة على بداياتها وصغر حجمها، لكن انتشرت في جميع أطراف العالم، وعندنا في المكتبة الوطنية وفي